إذا كنت تعاني من اصفرار الأسنان والجير والسوسة، فهذا الفيديو لك. قبل أن نبدأ، أضغط على القلب الأحمر وعلامة الزائد، وعطر التعليقات بالصلاة على النبي. الآن سنحتاج إلى القرنفل. أطحن القرنفل جيدا حتى تحصلي على بودرة ناعمة. القرنفل يبيض الأسنان ويعالج نزيف والتهاب اللثة. أوضع ملعقة صغيرة من بودرة القرنفل في وعاء. خذ فص من الثوم وقم ببشره وإضافة إلى القرنفل. الثوم يبيض الأسنان ويعالج تسوس الأسنان والأم الأسنان. كما قلت، لا تنسى الضغط على هذا الزر. وقل لي من أي دولة تشاهد هذه الوصفات. أضف ملعقة صغيرة من الملح يزيل رائحة الفم الكريهة ويعالج التهاب اللثة. أضف ملعقتين من معجون الأسنان. يمكنك إضافة أي نوع متوفر لديك. قم بخلط المكونات جيدا. أضيفي ملعقة صغيرة من العسل. اخلطي المكونات جيدا. أفرش أسنانك بهذا الخليط لمدة دقيقتين. قل لي في التعليقات كيف كانت النتيجة بعد تجربة هذه الوصفة. لا تنسى دعمنا للمزيد من الوصفات. والسلام عليكم ورحمة الله.